ابتسامات عريضة يوزعها على كاميرات العالم. قرصان شبكة الانترنت مهندس الكمبيوتر الجزائري حمزة بن دلاج في قبضة الشرطة الفيدرالية الأمريكية الFBI بتهمة قرصنة حسابات بنكية عالمية وجمع ثروة ضخمة. مكتب التحقيقات الفيدرالي تتبع خطوات بن دلاج منذ 3 سنوات إلى أن وقع في شباكها في مطار العاصمة التايلاندية بانكوك آتيا من ماليزيا، حيث كان يقضي هو وأسرته إجازة قبل توجهه إلى القاهرة. مراسلة سرية بين الFBI وسلطات بانكوك تضمنت تفاصيل مرور الهدف والقبض عليه. لن نذكر أسماء البنوك المخترق، لكن الأنظمة تضررت بسبب المشتبه به في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. ينسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للشاب الجزائري تهمة قرصنة حسابات خاصة في 217 بنكا ومؤسسة مالية عبر العالم، كما يتهمه بجمع أموال طائلة عبر قرصنة هذه الحسابات. وقالت الشرطة التايلاندية إن لائحة مكتب التحقيقات الأمريكي بشأن الشاب الجزائري تقول إنه يكسب ما بين 10 إلى 20 مليون دولار في عملية قرصنة واحدة يجريها، وأن بن دلاج يعيش حياة ترف وبذخ ويسافر عبر العالم في الدرجة الأولى في كل رحلاته، متنقلا بين عواصم العالم ومدنه مستمتعا بوقته وحياته. الجرائم الإلكترونية قضية حيوية وتمس الأمن القومي الأمريكي، وتأخذها واشنطن بجدية كبيرة خصوصا في البعد القانوني. بن دلاج مدرج على قائمة أبرز 10 شخصيات مطلوبة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وستسلمه الشرطة التايلاندية إلى ولاية جورجيا الأمريكية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه. الحرب القادمة للولايات المتحدة ستكون حربا إلكترونية، وستكون تكلفة عالية تتجاوز كل التوقعات، كما أن الجرائم المعلوماتية تتطور بناء على تقدم التكنولوجيا. دخول مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في ملاحقة القراصنة الجزائريين يفتح أعين دوائر هيئة مكافحة الجريمة الإلكترونية على القرصنة في الجزائر. فقد كشفت دراسة حديثة لمؤسسة بيزنس سوفتوير أليانس أحد المدافعين عن قطاع البرامج المعلوماتية أن القرصنة المعلوماتية في الجزائر بالغت 84%، أي ما يعادل 82 مليون دولار كخسارة تجارية للجزائر. وتقول مصادر جزائرية أن 57% من مستعملي الحاسوب أقروا بأنهم اكتسبوا برامج معلوماتية بطريقة غير شرعية، وبأنهم قاموا بالقرصنة في أغلب الأحيان. من جامعة باب الزوار للتكنولوجيا الجزائرية إلى أشهر مطلوب للشرطة الفيدرالية الأمريكية الFBI، قصة ذكاء وحنكة مهندس عربي أخطأ الطريق إلى هاوية الجرائم الإلكترونية. من دبي عيسى طيب، MBC.